ليه باختار كل مرة غلط؟ ببقى عارفة الصح من الغلط وبختار الغلط. ببقى شايفة ان الشخصية دي من الاول ما تناسبنيش، ومع ذلك بروح لها وبحبها وبكمل معاها. ببقى شايفة ان احنا في بينا فروقات كبيرة، بس بقول لا، انا هقدر واصلح واعالج. ببقى عارفة ايه اللي يناسبني وايه اللي ما يناسبنيش، وبروح للي ما يناسبنيش. عايزة تعرفي ليه بتعملي كده؟ عشان 3 اسباب. السبب الاولاني جرح قديم ما عالجتوش وبحاول ان انا اعالجه بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب، وبالتالي بوصل لنفس النتيجه، بيبقى جرح اعمق واعمق. الحاجه الثالثه ان انا بشوف نفسي ما استاهلش، انا لا استحق الحب، انا لا استحق الاشياء الجيده، انا استحق كل ما هو متعب ومهلك وبستنفذ واستنزف فيه طاقتي، وبالتالي بروح له. الحاجة التالتة ان انا عندي تشوه فظيع في مفهوم الحب، ملخبطة قوي ما بين الحب والاحتياج، والاحتياج هو التعلق، فمدخلة كله في بعضه، فمش عارفة هو انا فعلا بحبه ولا انا متعلقة بيه. ال3 حاجات دول لو عرفنا نشتغل عليهم وعرفنا نداويهم ونعالج نفسنا منهم، هتلاقي اختياراتك كل مرة اتحسنت. لما احط نفسي اولوية، ولما اعرف ايه هو الفرق بين الحب والتعلق، هحط نفسي اولوية وهعرف احب صح. لما اعالج الجرح القديم من غير ما ادخل نفسي في جروح جديده واحاول اصلح الماضي بالحاضر، انا كده بحط نفسي على اول خطوات ازاي اختار صح. حطي نفسي اولويه، اعالج الاخطاء اللي مريت بيها قبل كده، هلاقيني لوحدي وصلت للطريق الصح بتاعي. انا لايف كوتش شيماء حزب.